طبعا كل واحد فينا بيبقى عنده حلم نفسه يحققه، ولما الدنيا بتلطش معاه بيغير رأيه وبيشوف له حلم تاني. اما بطلتنا ففضلت متمسكه بحلمها لدرجه انها بقت بتعمله في الحقيقه. ويلا بينا على الملخص. وقصتنا بتبدا معانا بفرح هادي في قاعه محترمه وناس شيك، وبتكون صديقه العروسه مقبوض عليهم، وهي بتفضل تزعق وتقول لهم انا مظلومه، دول كانوا بيحاولوا يتغرغروا بيا وقالوا لي ان هم عايزين يصوروني في مشهد عشان لو نفعت ياخدونا امثل المشاهد كلها بلس 41. واللي هي بتتكلم عنهم اساسا بيكونوا 3 شباب حرفيين وشهم متبهدل من الضرب اللي كانوا فيه. فالظابط قال لها انت عايزه تقنعيني ان ال3 المضروبين دول هم اللي جم عليك وانت غلبانه؟ فلوحدك قدرت تعملي فيهم كلهم كده؟ امال الاخ هان كان فين؟ فقالت له اصل هان جه متاخر. وبنرجع تاني للوقت الحاضر عشان يروحوا، بس بتيجي البطله ام صرم وبتنادي على مانجا وتشكرها على المشهد اللي عملته. ده غير انها بترمي لها كلام من كحك الكحك انها مهما عملت مش هتبقى زيها ولا هتاخد بطوله. ووقتها بنعرف ان هما الاتنين كانوا زمايل دراسه وعشان كده ما بيطقوش بعض، طار قديم يعني. بعدها بنشوف الجد هو مجتمع باولاد بنته وهو بيقول لهم يا شحط منك له، انا غيرت الوصيه بتاعتي وقررت ان الاداره كلها هديها لواحد بس هو اللي هيشيل اسمي اوغاد، وهو هان. ايوه هان اللي عايش بقاله 10 سنين في امريكا وما يعرفش حاجه عنه ليه. فمامتها قالت لها عشان لو شافوك مش بس هيقطعوا فروتك، ده ممكن يقطعوك انت شخصيا. حتى مامتها طلعت مش طايقاها وراحت لاباها وقالت له احنا لازم نتصرف ونجوز البنت دي في اسرع وقت، انا خلاص ما عدتش قادره استحملها. ونعم الامهات والله. بس الاب الحنين رزق قال لها هو انت يا حاجه مش قلت قبل كده انك هتفضلي تدعميها لا اطول فتره ممكنه؟ فقالت له لا ده كان زمان، ده الكلام ده من 10 سنين، انا يا اخويا ما كنتش متخيله انها تقعد لحد دلوقتي، جوزوها بقى عشان انا تعبت. حتى اخوها ومراته بيفضلوا يتريقوا عليها. وهنا بنفهم قد ايه هي شخص محبوب من عيلتها لدرجه ان محدش طايق النفس اللي بتتنفسه جوه احضان البيت. اما بقى الاخ نام بيبقى في الشركه مع تشاي اللي هي بتقول انها مش معجبه خالص باخوه، وبيكون واضح انها فعلا معجبه بيه وقاعده بتسبل له. لا وساعتها نام بيقول لها ده انت بجد حد جميل ورائع وعينيك حلوه، وعشان كده انا مش هسمح انه يرمي النعمه دي من ايده. وهي بيبقى هين عليها تضربه بالقلم وتقول له يا عم انا معجبه بيك انت. لكن للاسف لا حياه لمن تنادي. بس صاحبنا هان زي ما يكون قلبه حاسس وبيفتكر ذكرياته مع مانج ازاي اتعرف عليها، وده لما طلعت عليه اشاعه وسط مجموعه من البنات المتنمرات، وهو انهم شافوا له مؤاخذه بيسب الواحد زميله فقالوا له شكلك مش مظبوط ياض. وهو كان في نفسه قوي شاب قوي الشخصيه ذكوري الانفعالات وهو ما بيردش وبيبقى هين عليه يعيط. بس وقتها بتتدخل مانج وهي بتقول لهم انتوا ازاي تقولوا كده على الراجل اللي انا مرتبطه بيه، وبتبص له وتقول له ما تقول لهم يا سيدي ان احنا مرتبطين. بس هو ما بيقولش حاجه وكانه بيثبت التهم على نفسه، حاجه كده في قمه الغباء الصراحه. بس مانج لما بتحس ان مفيش فايده بتقوم جايبه البنات من شعرهم وهي بتقول لهم عليا وعلى اعدائي والله لا ربيكم. وبعد الحصص بتقف هي وهان مع بعض وبتقول له مانج بكل ثقه كده اوعى تكون مفكر انا عملت كده عشان انا معجبه بيك، اوعى، ولا تكون عشان طويل وعريض ووسيم وشكلك حلو، اوعى، انا بس عملت كده عشان لما ابقى مشهوره وممثله معروفه تكتب عني في بوستاتك على مواقف الرجوله اللي اتعملت معاك. وهو بيقول لها طبعا من عين حاضر اللي انت عايزاه. ومن هنا بتبدا الصداقه بينهم. وبنرجع تاني للوقت الحاضر وهان اثناء ما بيفتكر الذكريات اللطيفه بيشوف صور كان حد بعتها له عشان يبتزه، بس ما بيبقاش عارف مين اللي مصور الصوره دي، هو وبنت او ولد الله اعلم. هم اصلا شعب كده محدش عارف الراجل من الست فيهم استغفر الله العظيم يا رب. بس بيجي له اتصال وقتها من مانج اللي بتقول يجي ياخد منه الذاكره بتاعه الكاميرا، وبيساله مين اللي عمل كده ولو هو الشخص اللي كان بيصوره في امريكا. بس المصور بيقول له ان هو بيراقبه بقاله اسبوعين بس من ساعه ما وصل كوريا واللي عينه سونج اخوه الحربوق. فمانجا قالت له لا تعالى كلمنا عن عيلتك، هو انتوا مافيا صحفيين وناس بتراقبك وجواز صالونات في ايه يا عم انت وهو؟ وقتها هان بيطلب منها تتعرف عليهم بنفسها وبيعزمها على حفله في شركه جده في نفس اليوم. وفي الوقت ده سانج بيعرف اللي حصل المصورات بتاعه، فبيقرر هو واخته انهم يغيروا طريقه الحربقه بتاعتهم، وهي ان هان لازم ما يرتبطش خالص بتشوي لان كده جدهم هيديله الاداره وش. اما بقى صاحبنا نام فبيبقى هيتجنن وعايز يعرف مين مانج دي، لكن المساعد بيقول له ان هم اكيد مش مرتبطين، وده لانه بقاله 5 سنين مسافر ومن ساعه ما هو سافر امريكا لا تواصلوا ولا اتكلموا ولا قابلوا بعض. فنام بيقول اللهم صل على النبي عليك، ايوه كده هي دي الاخبار اللي تشرح القلب. وفي نفس الوقت مانج المسكينه بتودع اصحابها عشان طبعا سابت الشغل وهم بيحاولوا يتمها وانها كدابه وخداعه وان مفيش حاجه بينها وبين اخوه وانها ممثله وكمان ممثله فاشله وان ممكن يودها ورا الشمس لو ما بعدتش عن هان. وفي نفس اللحظه بيوصل هان بعد ما اتمسح بكرامتها في بلاط الاوتيل، فبتقول لهم انا حرانه انا رايح اشرب. فهان ونام بيتخانقوا مع بعض وفي وسط الخناقه الاخويه بيدخل سونج واخته الحربايه وبيرموا قدامهم الصور اللي كانوا مصورينها لهان في امريكا. والحربايه بتقول له ما كنتش اتخيل عنك كده خالص، بقى تسيب تشوي بنت بلدك وتروح ترتبط براجل؟ يا راجل ده حتى عيب عليك.
ايه ده، هو انا سمعت صح؟ وكمان بتعرفه ان الصور دي راحت لجده كمان، وطبعا دول ناس شمال اللي عندهم لا دين ولا عيب ولا حرام، فمالناش دعوه بيهم. بس هان بيبقى الواد كويس وزي الفل ومفيش فيه اي حاجه، بس هو عنده طبع غريب، لما حد بيتهمه ما بيرضاش يدافع عن نفسه، وده اسمه عبيط هنعمل له ايه؟ بس الواد نام بيوقفهم عند حدهم وبيقول لهم انا عارف اعملكوا السودا، اقعدوا في جنب بدل ما افضحكم. وفي الوقت ده بتبدا الحفله، فهان بيروح لمانج وبيقول لها ابوس ايدك خليكي جنبي واعملي انك حبيبتي، وبعدين انا هفهمك كل حاجه. وهي بيبقى على لسانها حاجه واحده، انت بس زي ما قلتليش ان انت غني، يعني انا اعرفك بقالي 15 سنه وكنت مفكرك كحيان زيي. والله يا عم حد الله ما بيني وبين فلوسك وعيلتك الغريبه دي شكلكم يا اما مهربين يا اما تجار مخدرات. وفي تلك اللحظه الحاسمه بيعلن جده ان هو اللي هيمسك اداره الشركه، والمفروض من بعدها يعلن موضوع الخطوبه. فالحربايه قالت لاخوها بسرعه خلي حد من العمال يقطع النور على جدك، فقال لها كان على عيني، ده انا بعتهم يفضوا كاوتشات العربيه. والستاره بتفتح والمفروض ان هاني يدخل، لكن لسه بيكون واقف مع مانج. وساعتها الحربايه كانت هتطلع وتاخد المنصب، لكن بتوقفها تشوي وبتطلع تعطل الموقف لحد ما هاني يخلص مرقعه، وبتخرج مانج عشان تمشي لحد ما بتلاقي البودي جارد بيوقفوها، فقالت لهم اللي هيقرب مني هرقع بالصوت وافضحكم. وفي اللحظه دي بيظهر نام وهو مقنع وبيشدها بسرعه وبيركبوا العربيه. وتعالوا بقى نرجع فلاش باك لفتره طويله. يوم عزا والده نام وهان، والجد وقتها بيقول له جوز بنته انه يتبنى نام وهان، لكن جوز بنته بيرفض، فالجد بيقول له خلاص يتبنى هان لانه قريب من سن ولاده، ويسيب له نام عشان صغير ولسه بيسموا في العيله الجديده، بيقابلوا عدائيه من اخواتهم من اول لحظه. وعشان كده بنعرف ان نام مضطهد جدا حتى اكتر من اخوه، وانه مهما حاول يجتهد مفيش فايده، والوحيد اللي كان بيهتم بيه المساعد بتاع جده. وبنعرف وقتها ان نام كان طفل ذكي جدا، ده غير انه كان بيسهر بالايام عشان يذاكر، ورغم كل ده جده ولا كان معبره. وبعدها بنشوف مانجا وهي بتصحى من النوم وبتلاقي نفسها في بيت شبه الفيلا، حاجه كده ما كانتش تحلم بيها، ولا انه عمرك ما جيتي هنا قبل كده لان ده بيتهم. فبتقول له يا راجل طب بالله عليك انا عندي سؤال بصراحه، انتوا تجار مخدرات ولا تكونش تجار اعضاء؟ فهمونا ايه اللي بيحصل. فبيعرفها ان هم من عيله غنيه جدا، وانه عايز يجوز اخوه هان لواحده تساعده في حياته العمليه. فبتساله هي جت هنا ازاي، فبتفتكر اللي حصل امبارح لما هربوا بالعربيه. وقتها قالت له على فكره انت تعرف ان انا بلعب العاب قتاليه اتعلمتها احتياطي، وبعرف انط من العربيه وهي شغاله اتعلمتها احتياطي برضه. فقال لها بس يا بنت لا تتعوري، فقالت له والله لا ابهرك، وبتنط فعلا من العربيه وهي ماشيه، فبتقع شبه قلب الطوب ودماغها بتتخبط في العمود، يعني حاجه كده حزن الحزن، ما بتعرفش تنط وكمان جايه تنط قدام العمود، غبيه. فبيبدا نام يكلمها بالعقل ويفهمها موقفهم من الجوازه، وان الجوازه دي مهمه جدا لاخوه هان. فقالت له كلامك يحترم والله، بس انت ليه تجبر الواد يتجوز واحده مش عايزها؟ ما تسيبوه يعيش براحته يا جدعان. في الوقت ده جدهم بيلعب جولف، وسانج ومراته اللي شبه السلعوه قاعدين يتملقوا للجد. حلوه يتملقوا دي، وده لان هان رفض امبارح خطوبته من تشوي، وهم بيفضلوا يقولوا له ده جاب لك العار، ده خلى رقبتك قد سمسمه، وكمان يا جدو انا لو بختلس فانا بختلس ليه؟ مش بحط في البنوك ورصيد باسمك كله، انا بعمل كل ده عشانك والله. اما صاحبنا هان فبيقابل مانج وبيطلب منها يتجوزوا 3 شهور بس، وفي المقابل هيديها الفلوس اللي هي عايزاها. وبالرغم ان هي كلبة فلوس بس كانت عايزه برضه تفهم هو ليه رفض الجوازه، وسالته اذا كانت البنت دي مشلوله ولا محوله. فبيعرفها انه كان قبل ما يسافر برضه جده كان عايز يجوزه جوازه شراكه، لكن ساعتها شاف اخواته من كتر ما هم مش عايزين الجوازه دي تتم ولا هان يبقى ليه منصب بيمسكوا اخوه نام ويضربوه، وعشان كده بيحس هان ان هو تقيل على اخوه فبيسافر ومش عايز ده يتكرر معاه تاني. لكن مانج بتقوله ما ينفعش يهرب كل مره، ده بدل ما يقف مع اخوه بعد كل التعب ده واللي عمله عشانه. وفي الوقت ده بتكون اخته الحربايه مجمعه الرجاله بتوعها اللي هم كبار المديرين في الشركه، وهم بيقولوا لها عنينا يا ست الكل، لو عايزانا نوقف لك المشاريع احنا موافقين، ولو عايزانا نحرق لك المخازن تاني برضه موافقين، يعني راشقين معاه في اي مصيبه. فقالت لهم لا انا مش هاذي جد حبيبي، وقالت لهم انها عايزه تخسف بهان الارض. وقتها بنكتشف الحقيقه المره ان والدتهم كانت بتخون جوزها، والجد كان مركب قرون وموافق، وكان نتيجة الخيانة دي هان، وعشان كده بتكرهه. أما مانجي هي كمان لما بترجع بيتها بتعرف إن أهلها كمان بقوا على الحديدة بعد ما استثمروا فلوسهم وخسروا، وكانوا بيستثمروها في نفس شركة جد نام، واللي هي كمان بدأت تتدهور بعد المصايب اللي أحفاده عمالين بيعملوها في بعض. فمانجي بتخرج مخنوقة وبتروح تقعد مع أصحابها وبتحكي لهم إنه في واحد متقدم لها وإنه غني جدا. وقتها بتفتكر ذكرياتها الحلوة معاه وقد ايه كان شخص بيحبها وبيحترمها، لدرجه انه لما خرج واشتغل معاها في يوم مع انه غني جدا الفلوس اللي كسبها في اليوم ده صرفها عليها وعزمها على الغداء، وبعدها بتسيبهم وبتطلع على شغلها الجديد واللي بيكون في مسرح حضانه اطفال، وهناك بيروح لها نام وبيحاول يقنعها اكتر انها تسيب اخوه وبيديها مبلغ كبير، ولان ظروفها نيله فبتوافق. وقتها بنعرف ان نام عنده عقده، وان زمان والده ووالدته ماتوا في حادثه عربيه وهو متخيل ان هو السبب في الحادثه دي، عشان كده عنده عقده وكمان حاسس بالذنب ناحيه اخوه وعايز يوصله لاعلى المراكز. اما مانجي فخدت الفلوس وراحت تبقشش على نفسها وعلى العيله، وراحت تعمل لاباها الاقرع عمليه زرع شعر. وقتها افتكرت كلام نام لما قال لها انه محوش الفلوس دي من مرتبه الخاص،
فبيصعب عليها جدا وما بترضاش تصرف منها وبتعتذر لوالدها وانها تعمله العمليه في وقت تاني، وفعلا بتتصل بنام وبيتقابلوا، فبتطلب منه يشرب معاها وبتديله الفلوس لكن بيرفض لانه ما بيشربش مع ناس غريبه وخصوصا لو بنت كدابه زيها. فبتقول له خلاص ولا يهمك، خلاص انا هكلم هاني يجي يشرب معايا، فبيضطر يشرب غصب عنه. فسالته هو ليه بيعمل كده مع اخوه، فبيقول لها انه مديون له بحياته وعشان كده عايز يشوفه شخص ناجح. وفي نفس الوقت ده بيكون الجد قاعد في العربيه قدام بيت مانج لانه عايز يشوف مين البني ادمه الحقيره اللي حفيده معجب بيها. هو حرفيا يا ريته ما كان شاف، لانه بيلاقيها ظهرت في نص الشارع زي الشبح وهي بتتمطح وسكرانه وبينيلها اكتر نام، لان هو كمان بيكون كده وعينك ما تشوف الا النور، ضحك بهستيريا وفصلان ومرمغه في الشارع. وختموها لما بيركبوا عربيه جد ناب على انه تاكسي. وقتها الجد بيتحرك بالعربيه، واول ما بيركبوا بيشغلوا وصله الردح والشتيمه على جدهم. ده غير انها بتقول ان اخوها بيحبها لانها الوحيده اللي ممكن يتكلم معاها بصدق، ولو انا شفت جدك ههزقه واقول له ازاي زعل اتنين شباب حلوين زي القمر زيكم كده. وخايف اقول لكم ان المشهد ده كله بينتهي بس مش بسلام، لان تاني يوم الصبح بيصحى هان على رساله مفزعه، لا مفزعه بجد. ولما بينزل بيلاقي ان جده قاعد على السفره وقدامه نام ومانج، وهم اصلا لسه صاحيين من النوم ومش فاكرين ايه اللي حصل امبارح ولا ايه اللي جابهم هنا، ولا حتى هان بيبقى فاهم الاتنين دول بيعملوا ايه هنا الساعه 6 الصبح وبعد الفطار اللي تقريبا بيطفحوه مش بياكلوه. الجد بيهزقهم وهو بيقول لهان هي دي بقى البنت اللي انت عايز تتجوزها، وهي دي البنت اللي انت بتحب تتكلم معاها. فنام لما بيلاقي الدنيا بتبوظ فبيدي المانج كتف مخليها تنزل على ركبتها قدام جده عشان تترجاه يسامح هان، وفعلا بتتاسف له وانها فعلا مش هتكمل مع هان لانها عايزه مصلحته. فالجد بيشكرها بس هان بيخرج يوصلها وهو متعصب لانها ازاي تتخلى عنه في موقف زي ده. فقالت له ما ينفعش تهرب ولازم تواجه الحقيقه، وان هي كدبت عليه مره بس هو كمان فضل يكذب عليها 15 سنه ومش معرفها اي حاجه عن حياته. وصاحبنا نام بقى بيروح يقعد مع تشوي اللي بتحاول تقنعه ان هي معجبه بيه، وهو يقول لها مستحيل الجمال ده يخرج بره عيلتنا، انت لازم تتجوزي اخويا هان. وهي نفسها تقول له يا عم والله العظيم انا معجبه بيك انت، يا عم ارحم امي بقى. بس بيطلب منها لو هي تعرف حد في مجال تصوير المسلسلات. وفي نفس اليوم بالليل بتروح تحتفل مانج مع اصحابها ان جالها دور صاحبه البطله في مسلسل، وبتفضل تشرب ولما بتروح البيت وهي سكرانه بترقع بالصوت على اخرها بتصحيهم كلهم، وهي بتقول لهم انا هعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه، وانت يا بابا انا هزرع لك شعرك شعرايه شعرايه ولا شعر صدر تامر حسني، وانت كمان يا ماما هجيب لك الكرسي بتاع المساج اللي انت عايزاه. وساعتها والدتها بتحلف يمين 3 ان هي اللي هتقطع وشها بالشبشب على الفزعه اللي هي فزعتها لهم، والبيت كله بيطلع يجري ورا بعضه. وتاني يوم بتبدا مانج في الشغل وبتبقى متحمسه جدا، وفي نفس المكان بالصدفه كده يا سبحان الله بنشوف نام وبيكون اصلا جاي عشان يشوفها بدات تشتغل ولا لا، لان هو اللي جايب لها الفرصه دي. وهي بتقول له انت جاي تشوفني؟ فبيقول لها اكيد لا، يعني انا جاي اشوفك ليه بنت خالتي مثلا؟ فبتقول له بص في عيني كويس ده انا جذابه. وهي بتقول له اكيد قلبك ده عشان انا حلوه وعشان كده هخطف انظار كل الموجودين. وهي كانت نيتها انها ترخم عليه، بس في الحقيقه هو فعلا بدا قلبه يدق لدرجه انه بيفضل طول التصوير عينه عليها وبيقف بعيد كده ويفضل يتفرج لحد ما بتدخل مانج الحمام في الاستراحه. وساعتها بتسمع المساعدين بيتكلموا وبيقولوا ان كان في بنت غلبانه هي اللي المفروض تاخد الدور ده وتعبت جدا على ما وصلت له، لكن قدرت مانج بالواسطه انها تاخد الدور وما بتبقاش هي مصدقه نفسها من الكلام ده. وواسطه ايه ده طالع عين اهلها عشان تاخد حته الدور، ولما بتيجي تكمل تصوير بتفضل تعيط وبتقول لهم انها مش هتكمل وبتمشي. ولما نام بيجي يسال عنها بيعرف انها سابت التصوير ومشيت، فبيطلع يمشي وراها وهي بتطنشه، فبيقف قدامها ويسالها هي ازاي تسيب فرصه زي دي من ايديها، وهي بتبقى منهاره من العياط وبكل براءه بتمد ايديها وبتديله بالبنيه في وشه وبتكسر له مناخيره وبتقول له بقى انت يالا تعملني كوبري وتخلي الناس كلها تقول عليها شغاله بالواسطه؟ لا ده انا اشرف من الشرف، انا عندي استعداد اطلع في الكاميرا ابقى فايه فاهم، ولا ان راجل يساعدني. وعشان تنتقم منه بجد بتتصل باخوه هان وتقول له انها موافقه على عرضه وانها هتتجوزه، انه كيد النساء يا ساده. بعد كام يوم صاحبنا نام بيستلم جايزه الموظف المثالي للمره الثالثه على التوالي، وزمايله بيفضلوا يقولوا له ده انت اشطر موظف فينا، بس هو بيبقى شغله اللي مانجا عملته. اما تشويفه بتفضل تفكر في نام ويا عيني باين عليها وعي على شاشتها، وفي الوقت ده مانجا بتكون عند العرافه وبتطلب منها تشوف لها الطالع والنازل ومستقبل والجوازه دي هتبقى اخرها ايه. فست بتقول لها انت هتبقى اشهر ممثله في كوريا، لكن مانجا بتقول لها يا ست يا نصابه انتوا كل مره تقولي لي كده وانا ما باخدش غير ادوار حقيره، وبتهددها انها لو ما ظبطتش كلامها هتفضحها على قناه اليوتيوب بتاعتها. فالست فعلا بتعصر دماغها لحد ما بتقول لها انا شايفاك كانك في جنينه وفي ورده جميله بس في نحله رزله جايه تمص الرحيق بتاعها،
فمانجي ساعتها بتقول لا انا كنت حاسه ان الجوازه دي مش هتعدي على خير. فالعرافه قالت لها كان على عيني يا حبيبتي، بس انت النحله وشكلك كده هتدمري حياه الورده اللي هي جوزك. وبعدها بتتصل بهان وبتطلب منه تقابله. وقتها اصلا نام كان بيحاول يقنعه ينفصل عنها، وقال له على جثتي لو قابلتها، وبينام له على الارض قدام الباب. فهان قال له اي نعم انت اخويا وكل حاجه، بس انا مش قادر اتاخر. وبيعدي من على بطنه عادي جدا، وبيروح يقابل مانجي في الكافيه، وهو بيقول لها انت لازم تفكري كويس لان ده جواز يا بنت الناس مش لعب عيال. فمانجي بتمسك ايده وهي بتقول له ما تقلقش وانا كده كده فاضيه، اي حاجه العب فيها دور البطله وخلاص. في الوقت ده بيكون الجد عامل اجتماع عشان يناقش فيه اخر فضايح احفاده، قصدي اخر مشاريع الشركه. والاخبار بتوصل نام وعرف ان اصحاب الاراضي بتاعه المشروع اتقلبوا عليهم. فبيرقد على السرير وهو رابط دماغه وهو بيقول يا رب انا عملت ايه في حياتي، المشروع اللي قضيت عمري كله فيه بيتدمر. حتى اخويا اللي بهيأ له انه يمسك مدير الشركه بيتمرد وداس عليا زي السجاده عشان يروح لحته مفعوصه واللي هي اصلا ضرباني في مناخيري قبلها بكام يوم. فبيقرر نام يروح لها عند بيتها عشان يوقف المهزله دي، وحاول يتكلم معاها بس هي بترفض وبتسيبه وبتعدي الشارع. وبعدها بترجع له تاني وهي بتقول له يلا نمشي من هنا بسرعه لان والدتها جت بدري، ولو شافتها هنا هتعرف انها انطردت من الشغل، فمش عايزه تحصرهم وتزعلهم عليها. وبياخدها نام في ارض صحراويه، فحست انه عايز يقتلها ويدفنها في مكانها، بس قال لها ان ده مشروعه اللي فضل شغال عليه لسنين، وانه مش هيتنفذ غير لو اخوه هان مسك الاداره، فلازم تبعد عنه عشان ده افضل له ولاخوه. وساعتها بيتخلى عن كبريائه وبيعتذر لها، وهي بتقول له لا معلش مش سامعه كويس. فبيقول لها انه اسف وبينزل على ركبته وهو حرفيا بيهين نفسه ليها. فقالت له برضه مش قابله اسفك، ويا ريت تقوم بقى بدل ما انت قاعد على ايدك ورجلك كده شبه الكلب. لحد ما بيجي لهم الراجل اللي كان صاحب الارض وبيمسك في خناق نام، وهو بيقول له يا نصاب يا حرامي فين المشروع اللي قلت هيتعمل، ضيعتنا اراضينا وبورناها على الفاضي. لحد ما بيوصل ابنه وبيتعرف على مانج وبيقول لابوه انها صاحبه مراته. فالراجل بياخدهم البيت معاه، وهناك مرات ابنه اول ما شافتها مع نام مسكت نام وقعدت تحذره منها لانها عارفه شغلتها كويس. فنام بدا يشك فيها، وبالليل بيتاكد ان مانج بتشتغل فعلا شغلانه الصديقه المزيفه. بس قبل ما يستغل الفرصه يقول لها تبعد عن اخوه، بيجي له اهل القريه كلهم وعايزين يضربوه، بس مانج بشقاوتها قدرت تساعده. وبعد ما الناس كلها كانوا هيجين عليه ساستمتهم بكلامها وان نام هو اللي مدخلهم الميه والمجاري اللي في القريه، ونام ولا عمل حاجه اساسا، وبقى متفاجئ من قدراتها الفائقه على الكذب والتمثيل لان الناس الغلابه صدقوا كلامها لدرجه ان هم كمان اعتذروا لنام. فنام بدا يعيش الدور هو كمان، وهو من جواها عايز يقول لها يا بنت النصابه. وفي لحظه صفا قعدت معاه وهي بتقول له انها مش شخص وحش قوي كده، بس احيانا الظروف بتضطر الواحد يعمل حاجات غريبه، وبتعتذر له عن مشروع اللي ممكن يبوظ بسببها. بس هي فعلا متعاطفه مع هان، وهان وقتها كان قاعد مع المربيه بتاعته واللي بيكون واضح انها بتحبه جدا، وبتقول له ان الصحفي اياه اللي ما نعرفش هو مين لحد دلوقتي جه كذا مره لجده عشان ياخد منه فلوس، بس جده كان بيوزعه. فالجد اول ما عرف انها قالت له زعق لها لانها ما ينفعش تتكلم في حاجه ما تخصهاش. وفي نفس اللحظه المساعد كان قاعد في عربيته قدام بيت هان ونام، وبيكون واضح كده ان هم بتوع فضايح، واول ما بيشوفوا هان وتشوي خارجين مع بعض بيروحوا وراهم. وقتها شافهم هان، بس هم بيبقوا عايزينهم يصوروهم مع بعض عشان الاشاعات تكتر، وجده يطردوا بسرعه بره كوريا خالص. وبالفعل الصحفي بينزل صورهم، وبنعرف وقتها ان الصحفي ده كان صاحب المقاله اللي قالت ان نام هو سبب في موت والدته زمان. اما عيله مانج فبيعرفوا ان بنتهم اترفدت، وخصوصا ان المسلسل بدا يتذاع واسمها مش موجود في التتر، بس ما بقوش عارفين مين اللي هيسالها عشان يتاكد، لحد ما هي اللي جات لهم بنفسها وقالت لهم انا عايزه اعترف لكم بحاجه مهمه، ووش كده بتقول لهم انا هتجوز يا جماعه بلا تمثيل بلا بتاع. وبعدها بتطلع على بيت هان بنضارتها الكبيره، فاول ما بيشوفها بيقول لها انت عامله كده ليه؟ فقالت له عشان الصحافه اللي ماشيين وراك في كل حته، يعني لزوم الاثاره والغموض. واثناء ما هان بيضحك عليها قالت له انا جاي لك في كامل اناقتي عشان امضي معاك عقد جوازنا، واللي بالمناسبه ده عقد الشروط اللي ما بينهم، وطلبت منه تغير بنود في العقد زي انه لازم يامن عليها ضد الخطر والحريق والقتل والشرق والغرب لانها مش واثقه في اخوه. فلا يا بنتي مفيش الكلام ده. فقالت له لا معلش احتياطي، لحد ما بتوصل لاخر شروطها وهي بتقول له خلي بالك احنا اخرنا نهزر نضحك نمسك ايد بعض قدام الناس، اكتر من كده هرقع بالصوت واقول متحرش. فبيوافق على شروطها وبيمضي العقد، وكنوع من انواع المصداقيه بتطبع الراش بتاعها على العقد، واضح ان دي الامضه بتاعتها. وبيروحوا هما الاثنين كمان عشان يشتروا الخاتم لان المفروض ان هما يتغدوا مع عيلته اليوم ده. وقتها بتقول له كلمنا عن عيلتك، فبيعرفها باخواته الحرابيق، فبتقول له خلاص سهله طالما بيكرهوك يبقى هيحبوني، وده لان بالنسبه لهم مصلحه عشان هبعدك عن طريقهم. والغريبه سبحان الله وقتها بيرتبوا ان هما يتعاملوا مع البنت بطريقه كويسه، ويقفوا جنب اخوهم هان للمره الاولى والاخيره في حياتهم عشان ياخدها ويسافر. وكملت كلامها معاه وهي بتقول له في 3 قواعد هنطبقهم في العشاء. القاعده الاولى ان لازم اكون خجوله واشرفك قدام عيلتك، لحد ما بيجي وقت العشاء وبنشوفها بتاكل بكل نفس ولا كانها في بيت خالها، لا وكمان بتطلب من الخادمه انها تعمل لها نقانق عشان بتحبها، بتتشرط كمان. ده ايه كميه الخجل دي؟ حوش يا بنت الخجل اللي بيقع منك. فسانج بيسوق فيها هو كمان، وقعد يقول لهم انتوا قد ايه منسجمين مع بعض،
انتوا اكيد اتخلقتوا لبعض، والنبي ما تسيبوا بعض، ما تقوم تشحت يا سانج. وبنيجي للقاعده التانيه انها ما تقولش كلام زي الدبش، ومع ذلك والناس كلها قاعده هاديه سالت سانج قدام مراته: انت حبيت كم مره يا خلبوص؟ انت شكلك شقي. انا بجد مش فاهم هي كانت حاطه القواعد دي لنفسها ولا الجيران؟ اما القاعده الاخيره انها لازم تسمع كلام جد هان عشان يقبل بها كزوجه لحفيده، ولسه الجد هيفتح بقه قالت لهم: وش كده، احنا قررنا ما نخلفش. فالراجل يا عيني من الصدمه بيقوم ويسيب لهم القعده خالص، وبيقول لهم: انا عايز اتكلم مع مانجي لوحدنا معلش. فبتروح معاه كانها داخله خناقه، وهم بيقول لها: هاجي معاكي. وتقريبا كده كان خايف على جده مش عليها، وهي بتقول له: ما تقلقش يا حبيبي، خليك هنا وانا هظبط لك الدنيا. وبتقوم ضرباه: ايه ده بس ليه كده يا حاج؟ وقتها الكل كان قاعد مصدوم اللي شافه، وحسوا انها بلوه دخلت حياتهم. اما الجد بقى مع مانج قال لها: هو في ايه يا بنت بالظبط؟ هو انت مش قلت انك هتسيبيه وترجتيني عشان اخليه المدير؟ فقالت له: اصل انا ما حبيتش اسيبه يعاني لوحده، اصل بحبه قوي يا جده. فالجد بيقتنع بيها لدرجه انه بيقول لهان انه موافق على الجوازه، فنام على طول بيروح لها وبيقول لها: بما انك مش هتبعد عن اخويا فانا قررت ان اخطفك منه. وفي الوقت ده عيله مانج جايبين كل الاخبار عن عيله هان وبيسمعوها، وبيعرفوا بقضيه موت والده هان، وانه كان طالع عليها اشاعات ان كان عندها عشيق، وبيعرفوا ان الجد ما اعلنش عن حفيده هان غير بعد موت بنته، مع ان المفروض ان ينام هو اصغر احفاده. فالعيله كلها بدات تقلق، ووالدتها بتقول لهم: انا مستحيل اوافق على الجوازه دي، لانها خافت ان هم يقتلوا بنتها زي ما امهم ماتت. والمفاجاه الاكبر من الجد انه مش بس موافق على الجوازه، ده بيرجع في كلامه وقال له قدامهم كلهم انه هيمسكوا الاداره. فسانج اتعصب وطلع كل الغضب اللي جواه، وهو بيقول للجد انه كده بيظلمهم، وانه عارف ان احتمال كبير ان هان ونام يكونوا سبب في موت امهم. فجده بيضربه بالقلم وبيقول له ما يقولش الكلام ده تاني. فسانج بعدها بيعدل الجرافطه ولا كانه لسه واكل قلم دلوقتي، وبيبص النام باحتقار وبيمشي. حتى مراته اللي ملهاش لازمه في القصه بتبص النام باحتقار وتمشي. اما الحربوقه الكبيره هي اللي بتفضل تشتم فيه وانه سبب في موت امهم، وكمان بتضربه بالقلم وبتقول انها لو عايزه تخفيه من الدنيا كلها هتعمل كده، بس هتسيبه عشان تخليه يشوف حلمه اللي عاش يحلم بيه بيضيع قدام عينيه. وبتبقى عايزه تضربه لكن مانج بتمنعها. واليوم اللي بعده في الشركه بتكون العيله كلها تتجمع مع رؤساء مجلس الاداره، وطبعا وقتها نام بيكون عامل نفسه مجرد موظف، فبيكون في استقبالهم مع باقي الموظفين. ومش قادر اوصف لكم كميه نظرات الحب والاهتمام ومراعاه الشعور للاخرين اللي كانت من جد واخواته. وقتها الموظفين كلهم ما بيبقوش فاهمين هو يعني كلهم مضطهدين الواد الغلبان ده ليه. اما نام فبيروح وبيفضل ينظف في الشقه عشان يفرغ كميه الغضب اللي جواه، مش عشان اهانه العيله ليه، لا ده هو متعود على كده، ده بس عشان مانج رفضته وقالت له ان عمرها ما هتعجب بيه، وهي كمان بتروح تطلع الطاقه اللي جواها، لا مش في المسح والكنيس، لا ده بتمسك صديق صاحبتها اللي بيتمرن معاها وبتنفخه ضرب. وده لانها كانت متضايقه لما شافت نام بينضرب امبارح. واللي هيسالني هقول ان في بذره حب بدات تنبت هنا، مع ان هي المفروض متجوزه اخوه اصلا، بس طبعا الناس دي لا عندهم لا دين ولا شرف ولا اخلاق فعادي يعني. وهي مروحه بيجي لها نام بعربيه، والله مكسوف اقول عليها عربيه فممكن نسميها عربيه هانم. فبتقول له: ايه يا عم، عربيات ولبس فاخر، انت عايز ايه بالظبط؟ فقال لها: شكلك نسيت ان ابن عيله غنيه. في الوقت ده تشوي كانت في ميعاد مدبر اهلها مجهزينه لها، بس الولد اللي بتقابله بيبقى ملزق زياده عن اللزوم فبتسيبه وتمشي. وقتها بتشوف فرح، وساعتها بتفتكر يوم فرحها، وبنعرف انها كانت متجوزه قبل كده برضه جواز صالونات. ووقتها نام ما كانش عايزها تتجوز بالشكل ده، ونام على الارض وقال لها: دوسي على جثتي عشان تروح الفرح. بس هي كانت حد محترم وما داستش عليه زي اخوه، وقالت له انها هتبقى مبسوطه في الجوازات دي. وقتها تصور معاه وتمنى لها السعاده، بس قال لها ان الافضل انها تتجوز حد هي بتحبه. وقتها بتفتكر وبتضحك، وعشان كده بنعرف انها معجبه بنام، واللي بيكون في الوقت ده لسه مع مانج. ولما سابها عشان يعمل حاجه وقتها شافتها الممثله ام صرم، وهي بتقول لها: ايش يا مانج، ايه ده كله؟ ده انت كنت في جره وطلعت لبره، ما كنتش متخيله قبلك في مكان نضيف زي ده. وقعدت تبص للفستان اللي هي لابساه لانه اصدار محدود وكان نفسها تلبسه هي كمان، وكانت مفكره مانج لابسه منه التقليد. وضحكت عليها المساعده بتاعتها كمان بانها بتطلع في الافلام بقفاها، لحد ما بيجي لها نام بكاريزمته والشياكه اللي في الدنيا كلها، وبيدي مفتاح الجناح لمانج وبيقول لها: الجناح بقى بتاعك خلاص. فالممثله كان هيجي لها جلطه، وخصوصا انها عارفه شكله، وبنفهم ان الكلام ده كله كان ترتيب نام. ولما عرف ان الممثله دي كانت بتحتقرها وكانت دايما تجيبها في افلامها بادوار حقيره عشان تقصد تذلها، ونام بيفضل مرقد لها لحد ما عرف انها بتشتري لبس. ويوم ما راحت تشتري الفستان اللي اصداره محدود فلسه هتمسك الفستان، فقال لها: تسمحي لي اشتري الفستان ده لفنانتي المحبوبه؟ وبتفرح جدا وتقول له: بس كده اتفضل. فبعد ما خده ومشي فقالت له: استنى، انت نسيت حاجه، انت نسيت تديني الفستان. فقال لها: مش جايبه عشانك يا قطه. ومش بس كده، ده كانوا راكبين معاها في نفس الطياره ونقلها من درجه الفي اي بي للدرجه السياحيه. ولما بيوصلوا سول بيبوظ لها كل حاجه بتعملها، حتى المحل اللي بتروح تصور فيه بيحجزوا كله وبيخليها ما تدخلش. فبتفهم انه كان السبب في كل اللي حصل لها. وبعدها بياخد مانجو يروحوا الجناح، وقال لها انه عمل كل ده عشان بس ينول الرضا. فقالت له: لا برافو عليك، ده انت تنفع بطل روايه. فبيقول لها: طب يلا بينا بقى عشان نلحق نسافر. فقالت له: لا استوب هنا بقى انت عامل السفره الطويله العريضه دي كلها وحاجز ليله في جناح زي ده؟
وعايزنا نروح؟ طب والله ما قايمه من مكاني لما اكل السفره دي كلها وهنام هنا النهارده. وبعد ما بيشربوا ويتوهوا قعد يقول لها انها ممثله شاطره جدا، وبيقع كمان بلسانه ان اتفرج على كل الاعمال اللي هي عملتها، فبتشكره ان الشخص الوحيد اللي اتفرج على اعمالها ده غير باباها ومامتها طبعا. فبيتاثر نام بكلامها لحد ما بتنام بين ايديه، فبينامها في الاوضه وبينام هو على الكنبه. واول ما بتصحى بتروح تبص عليه وهي بتقول خساره القمر ده وشه يتعور كده، لحد ما بيصحى ويفاجئها وهو بيقول لها والنبي قمر عجبتك انام تاني طيب؟ وتفضلي تبص عليا بس هي بتتخض وتقول له قوم يا عم عندنا سفر مش وقت دلع. ونام بيكون مبسوط جدا لحد ما الدنيا بتمطر، واثناء ما هم بيركبوا الطياره بنكتشف انه عنده فوبيا من المطر، وده من يوم حادثه والدته لان يوم الحادثه كان مطره. لكن بيفتح عينه بيلاقي مانج ماسكه ايده بتطمنه، وكمان بتقفل له الشباك على الرغم انها ما تعرفش انه بيخاف من المطره. وبعد ما بيرجعوا من السفر بيروح نام يطمن على تشوي، وبتعرفه ان عندها موعد مدبر لان عيلتها عايزين يجوزوها باي شكل، فقال لها ما تشغليش بالك انا هتصرف. اما مانجي فبتروح تقعد مع هان اللي بيقول لها ان جده مسافر قريب ودي افضل فرصه انهم يسافروا على امريكا، بس هي بتقول له ان في حاجه لازم يعملها الاول، وبتاخده تعرفوا على عيلتها وبيبقوا مبسوطين بيه. وخلاص بعدها بتاخد الورق عشان تمضي على الجواز، بس الغريب انها بتفضل تتخيل نام وكانها معجبه بيه. ولما بتشوف الرسائل منه على التليفون بتاعها فقامت تظبط الميك اب بتاعها وهي متضايقه، وهي بتقول لنفسها كل شويه يشتغلني تعالي نخرج، ده مستحيل اروح اقابله. ومع ذلك بتروح له وبتستناه في المكان اللي قال لها عليه، وبتفضل مستنيه فتره طويله، لكن بتلاقي ان في واحد تاني هو اللي جاي، وبيقول لها كمان ان هما الاتنين في ميعاد مدبر مع بعض. وطلع ان نام هو اللي كان مرتب لها الموعد، وعرف انها عامله مشكله ومبهدله الدنيا، فاضطر نام يسيب تشوي ويمشي. وفضل كتير يتصل عليها بس ما ردتش عليه، فجات له تشوي عشان تاخده بعربيتها، بس بيفضل يفتكر في مانج. وفي نفس الوقت مانج بتكون قاعده مع الشخص لسه، وطلع انه شخصيه زباله، وطلب منها تطلع معاه الفندق، فرمت المشروب في وشه. ولما جت تمشي وقفها وقال لها لو مشيتي هفضحك، ومش بس كده ده انا هفضح كمان نام انه عامل موعد مدبر لخطيبه اخوه. فبتضطر مانج انها تقعد معاه وتقول له انها هتخلص معاه الازازه، بس بشرط ما يقولش اي حاجه لحد. وقبل ما بتشرب بيوصل نام اللي بيقربع الازازه كلها وبيهزق صاحبه وبياخد مانج ويمشي. وفي الوقت ده هام بيكون قاعد في اوضته الغريبه، وفجاه النور بيقطع وبيطلع له وقتها شخص غريب، وهو بيقول له اخيرا وصلت لك، بس ما نعرفش الشخص ده مين ولا عايز منه ايه اصلا. اما مانج فبتتخانق مع نام وازاي يعمل فيها موقف بايخ زي ده، بس هو ما بيقدرش يخبي مشاعره اكتر من كده، وبيقول لها كمان ان هو معجب بيها وان اي حد هيضايقها هيمرمطه، ولسه بيقرب منها عشان البوسه، فبيغمى عليه في حضنها من كتر الشرب اللي شربه. وبكده يخلص الجزء الاول، وانتظرونا في الجزء الثاني ان شاء الله، لان المسلسل لسه بيعرض حاليا، واول ما بيخلص بننزل الجزء الثاني. واتمنى في النهايه يكون عجبكم. سلام.